اهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل مع بعض البيتيفور؟ هنعمل بيتيفور الكيس. هنعمله بطريقة سهلة ودايب كده دوب، وفي نفس الوقت متماسك. مقادير مظبوطة عن تجربة، اتمنى تجربوه وتقولوا رأيكم فيه ايه رأيكم في الحلاوة والجمال ده؟ اتمنى تقولوا لي رأيكم. يلا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة، ويلا بينا بقى نشوف البيتيفور الدايب دوت احنا عملناه ازاي. انا هنا في العجان ومعايره كوبايتين من الزبده بدرجه حراره المكان، ومعايا كمان كوبايه سكر بودر. هنضرب السمنه كده الاول. بعد ما ضربنا الزبده هنزل بكوبايه السكر واضربهم كويس جدا مع بعض. بعد ما ضربناهم كده كويس، بصوا بقوا مفهوم كده، هنزل ببيضه. دي بيضه كامله. بعد ما ضربت البيضة هنزل كمان باتنين صفار بيض. انا هنا فاصلة البياض وواخدة الصفار بس. هنزل باتنين صفار، وكمان هنزل بحوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا بتديها ريحة حلوة، وكمان عشان البيض. بعد ما ضربتهم كويس، انا هنا معايا 3.5 كوب دقيق نخليه كويس، وهنزل عليه برشة ملح صغيرة. هنزل بنص كمية الدقيق واشغل العجان. وطبعا من حين لاخر كده انا بفصل العجان وبالسباتيولا وبلم كده العجينه. انا هنا حطيت نص كميه الدقيق التانية وقلبتها كويس، وزي ما قلنا من وقت لاخر بالسباتيولا كده ونلم العجينه من الجناب ونشغل عليها تاني. كده العجينه معايا تمام. معايا هنا كيس الحلويات. هبتدي الم بقى البيتيفور كده، وعلى ورقه زبده وبدهنها زيت بسيط، وهبتدي اشكل البيتيفور بتاعي. انا هنا عملت الوردة، وعملت جزء بشوكولاتة. كل الحكاية ان انا حطيت معلقتين شوكولاتة على البيتيفور وقلبته كويس، عجنته يعني في العجانة. انا هنا بين البيتيفورة والبيتيفورة بسيب مسافة عشان طبعا هو بيفرش شوية في الفرن. هنا بعد ما خلصته كله ومولعة الفرن على درجة حرارة 180 وسايباها تسخن بقالها 10 دقايق. هندخله الفرن بقى ونشوفه بعد ما يطلع. هنا البيتيفور بتاعي استوى، خد حوالي يعني بياخد من 10 دقايق ل15 دقيقة حسب فرنك. هو طبعا سخن جدا، لونه بيبقى ذهبي كده من فوق، واخد لون من تحت بسيط. ودي الكمية يا حبايبي اللي احنا عملناها. وهنا معايا شوكولاتة جوفرتينا، خدت اقل من نص الباكو. هدخله الميكروويف اسيحها، وبعد ما ساحت انا حطيت عليها 3 معالق كبار من اللبن وقلبتها. ومعايا مربى، ومعايا شوكولاته فرماسيه، ومعايا جوز الهند. نبتدي بقى نشكل البيتيفور. هلزقها كده بشوكولاته، وهنزل بجزء منها اغلفه بالشوكولاته. وبعد كده هعملها بجوز الهند، لزقاها بالشوكولاته وغلفتها شوكولاته وعملتها بجوز الهند. وكمان هنا هلزقها بالمربى، وهعوز جزء منها كده في المربى وانزل بالشوكولاته الفرماسيه. طبعا ده بقى اختياري، عايزه تعمليها بمربى بس، عايزه تعمليها بشوكولاته بس، عايزه تعمليها بالاتنين كده. شكلي بقى
ونوعي براحتك. انا هنا كده خلصت الكمية اهي كلها وزينتها، وعملت كمان كمية بشوكولاتة بس كده. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولي رأيكم، واشوفكم على الف خير.